منظر مؤسف، مدرس بوزارة التربية والتعليم يتعدى على طالب أمام زملائه ويهينه ويمد إيده عليه ويضربه. طب إيه السبب في كده وإيه اللي حصل لكده؟ هقولك كل حاجة في الفيديو ده، بس قبل ما أقولك اعمل لايك وسبسكرايب وصلي على حبيبك النبي ويلا بينا. مدرس يعمل لدى وزارة التربية والتعليم كان بيتمشى مع الطالب بتاعه كده وماسكه وشد ولا كأنه زي الحرامي بالظبط، وفجأة قام عاطيله بالقلم، وطبعا الكلام ده قدام زملائه، وطبعا دي إهانة كبيرة جدا وكسرة نفس الولد. حاول يديله حتة كده محمد رمضان من تحت رجله مرتين، بس هو تقريبا شغل الأفلام مأثر عليه ومتخيل إن هي هتمشي في الحقيقة. وزي ما انتوا شايفين كده بينط وبيديله بالرجل ولا كأنه في حلبة مصارعة. عارف هو بيستعرض قوته على الولد ولا ايه بالظبط؟ وراح زنقه في الحيطة وقعد يضربه ويديله بالرجل ولا كأنه ماسك حرامي، وقام ماسك العصاية. طبعا زمايله جم يتفرجوا عليه وهو بيتضرب، هو حس باللي هو عمله فراح ماسك العصاية وطلع يجري ورا زمايله ويهوش لهم كده، حرفيا ممكن يكسر اي عظمة من عظم جسمهم. الناس هتقولك ان هو مربي اجيال وبيربيهم واكيد غلطوا عشان كده بيعاقبهم، وفي ناس مش هتوافق على الطريقة دي في التعامل او الطريقة دي في التربية مهما كان الولد عمل ايه. وانا بصراحة مع الفريق التاني. قول لي انت رأيك في التعليقات، هل انت مع الفريق الاولاني ولا التاني؟ يلا مستني تعليقاتكم وعاوز اشوف ارائكم، واعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد. سلام.